يا أهلا بكم. النهاردة هنتكلم في موضوع في صميم طريقة حكايتنا للقصص. هنتكلم عن زمن الماضي، وهنشوف إزاي لغتين مهمين زي الإنجليزي والعربي كل واحدة فيهم بتعبر عن نفس الفكرة بس بطرق مختلفة تماما عن بعض. طيب خلونا نبدأ على طول بمثال بسيط جدا. في الإنجليزي بنقول I wrote كلمتين صح؟ فاعل وفعل. إنما في العربي بنقول كتبت، هي كلمة واحدة بس شايلة المعنى كله على بعضه، الفاعل والفعل سوا، ومع ذلك المعنى واحد بالظبط. وهنا بقى بيجي السؤال المهم، إزاي نفس المعنى بالظبط بيطلع بتركيبتين مختلفتين قوي كده؟ هو ده بالظبط السؤال اللي هنحاول نجاوب عليه النهاردة عشان نفهم منطق كل لغة ماشي إزاي. قبل أي حاجة لازم نتفق إن الكلام عن الماضي ده احتياج إنساني أصيل. يعني كلنا في كل الثقافات محتاجين نحكي عن اللي فات، سواء كانت تجربة شخصية أو حكاية بنسمعها أو حتى أحداث تاريخية. دي أساساً طريقتنا في مشاركة قصصنا وخبراتنا. وزمن الماضي البسيط في أي لغة في الدنيا له تقريبا نفس الوظائف الأساسية. بنستخدمه عشان نتكلم عن فعل خلص وانتهى خلاص في الماضي، أو عشان نحكي قصة ونرتب أحداثها ورا بعض، أو حتى نوصف عادة كانت بتحصل زمان ودلوقتي خلاص ما بقتش موجودة. تمام، خلونا نبدأ باللغة الإنجليزية. للوهلة الأولى كده القاعدة شكلها سهل ومباشر جدا، كلها بتدور حوالين إضافة بسيطة في آخر الفعل ال ED. يعني الموضوع فعلا بسيط، بنجيب الفعل في صورته الأصلية زي walk ونحط في آخره ed، بس كده بقت walked. نفس الحكاية بالظبط مع فعل زي play، هيبقى played. ودي الأفعال اللي بنسميها الأفعال المنتظمة أو regular. لكن طبعا الإنجليزي مش بالبساطة دي، في كده تويست صغير. مش كل الأفعال بتسمع الكلام وبتمشي على نفس القاعدة السهلة دي. وهنا بقى بيظهر لنا مفهوم الأفعال الشاذة أو ال irregular verbs، ودي ببساطة أفعال متمردة ما بتتبعش قاعدة ال ED. شكلها بيتغير بالكامل في الماضي وبطريقة للأسف غير متوقعة خالص، والحل الوحيد معاها هو إننا نحفظها زي ما هي. بصوا كده على الأمثلة المشهورة دي. فعل زي جو بيتحول فجأة لwent، وسي بتبقى saw، وإيت بتبقى ate. مفيش أي منطق أو قاعدة بتربطهم ببعض، وشكل الفعل بيتغير تماماً. وفي نقطة تانية مهمة جدا في الإنجليزي، هي دور الفعل المساعد did. شوفوا كده، في الجملة العادية بنقول she finished، لكن أول ما نحب ننفي أو نسأل did بتظهر، وكأنها بتسرق الماضي من الفعل الأصلي، في الفعل بيرجع لزورته الأولى. عشان كده بنقول she didn't finish مش didn't finished. ونفس الكلام في السؤال did she finish؟ طيب كفاية كده إنجليزي، خلونا بقى نروح للطريقة العربية ونشوف منطقها المختلف. ممكن يبان للبعض إنه معقد، لكن الحقيقة العكس تماماً. النظام العربي منهجي ومنظم جداً، ومبني كله على فكرة الجذور. العمود الفقري للأفعال في اللغة العربية هو حاجة اسمها الجذر الثلاثي. تخيلوا إنه عبارة عن 3 حروف هم اللي شايلين المعنى الخام للفعل، زي ما يكونوا الحمض النووي أو الDNA بتاع الكلمة. أي فعل له علاقة بمعنى الكتابة مثلا لازم هتلاقي فيه نفس ال3 حروف دول. والمثال ده هيوضح الفكرة تماماً. عندنا جذر الكتابة كاف تاء باء، دي مجرد حروف، الهيكل العظمي للمعنى. عشان نخليها فعل حي بنصبها في قالب أو وزن صوتي معين، زي وزن فعل اللي هو قالب الماضي لشخص مذكر غائب. النتيجة بنركب كتابة على وزن فعل تطلع كتب، يعني هو كتب. والحاجة العبقرية هنا بقى إن الفعل نفسه هو اللي بيتغير عشان يقول لنا مين الفاعل. بصوا كده إزاي كتب بتتحول لكتبت لو بنتكلم عن هي، وبتتحول لكتبوا لو بنتكلم عن هم. الفعل مش كلمة منفصلة، لأ، ده جزء مدمج جوه الفعل نفسه. تمام قوي، كده شفنا نظام كل لغة لوحده. تعالوا بقى نحطهم جنب بعض ونعمل مقارنة فريعة. لغتين مختلفتين جدا في الطريقة، لكن الهدف في الآخر واحد. نبدأ الأول بالتشابهات. في الحالتين زمن الماضي البسيط وظيفته الأساسية هي إنه يوصف أحداث اكتملت وخلصت، وهو في اللغتين أداة لا غنى عنها في حكي القصص وترتيب الأحداث. وبرضه في الإنجليزي والعربي ممكن نستخدمه عشان نتكلم عن وقت محدد حصل فيه الفعل. أما بقى الاختلاف الجوهري فممكن نلخصه في طريقة تغليف المعلومة. الإنجليزي عامل زي قطع الليجو، بيرص كلمات منفصلة جنب بعض، فاعل وبعدين فعل، زي الشي لوحدها ووقت لوحدها. إنما العربي بيتبع أسلوب الدمج، بيدمج المعلومات دي كلها في كلمة واحدة، كلمة مشت فيها الفعل وفيها الفاعل، كل ده في حتة واحدة.
وفي ملاحظة دقيقة جدا من المصادر اللي بنعتمد عليها بتقول إن الإنجليزي غالبا بيحتاج مساعدة من كلمات زي yesterday أو last week عشان يأكد إننا بنتكلم في الماضي. في المقابل اللغة العربية ممكن تعتمد على سياق الكلام لوحده عشان نفهم إن الحدث ده حصل وخلص من غير ما تحتاج علامة زمنية واضحة. طيب في الآخر ممكن حد يسأل إيه أهمية كل ده؟ هل هي مجرد قواعد نحوية جافة بنحفظها؟ لا، الحقيقة إن الموضوع أعمق من كده بكتير. لأن اللغة في جوهرها مش مجرد مجموعة كلمات بنرصها جنب بعض وخلاص. اللغة هي أشبه بالمخطط الهندسي اللي بنبني عليه قصصنا، الطريقة اللي بنركب بيها الجمل والطريقة اللي بنصرف بيها الأفعال. كل ده بيشكل طريقة تفكيرنا نفسها في الزمن وفي سردنا للأحداث. وده بيخلينا نختم بسؤال مفتوح للتفكير. يا ترى اللغة اللي بنتكلمها كل يوم بتشكل إزاي القصص اللي بنحكيها؟ هل الاختلافات اللي تبان بسيطة في القواعد دي ممكن يكون ليها تأثير أعمق على رؤيتنا للعالم؟ سؤال يستحق نتأمل فيه.